عدد رمزي، وسنرسل كل ما تقرره اللجنة المعنية. قاتلت القوات السورية بشراسة في البقاع عندما وجدت أن التقدم الإسرائيلي بات يدنو من العمق الاستراتيجي للأراضي السورية، فاشتبكت دبابات وقوات خاصة سورية مع الجيش الإسرائيلي وألحقت به خسائر جسيمة. الإسرائيليون أول من يعترف أن المشاة السوريين أبلوا بلاء حسنا، قاتلوا بشراسة. أرادت القيادة العسكرية الإسرائيلية السيطرة على طريق بيروت دمشق، إلا أنها قالت لبيغن إنها منيت بخسائر جسيمة، ولذا تراجع بيغن. في البقاع العدو يواصل تقدمه على محاور عدة، لكنه اصطدم بمقاومة شديدة في بلدة السلطان يعقوب أوقفت تقدمه، حيث كبدته قوات الجيش العربي السوري خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. ولا تزال معركة السلطان يعقوب بعد 20 عاما تثير جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نظرا للتداعيات التي أحدثتها فيها. أكد الخبراء في ذلك الوقت أن دبابات T-72 السوفيتية التي دخلت الخدمة بالقوات المسلحة للبلدان الأعضاء في حلف وارسو السابق ستكون الخصم المحتمل لدبابات أبرامز الأمريكية في أوروبا. أما المعركة الأولى التي خاضتها دبابات T-72 السوفيتية فقد كانت في منطقة أخرى من العالم. دخلت الدبابات الإسرائيلية في 6 من يونيو عام 1982 إلى جنوب لبنان بهدف احتلال بيروت ومعسكرات منظمة التحرير الفلسطينية. وقفت عشرات الدبابات السورية من طراز T-72 سوفيتية الصنع في طريق الدبابات الإسرائيلية، حيث كانت تشكيلات القوات المسلحة السورية تدافع عن الفلسطينيين. وهاجم السوريون بدبابات T-72 السوفيتية الدبابات الإسرائيلية ميركافا وM-60 أمريكية الصنع، وتكبدت الدبابات الإسرائيلية في تلك المعركة خسائر فادحة بلغت 160 دبابة. أما خسائر الجانب السوري من دبابات T-72 فقد كانت ضئيلة جدا. بعد هذه المعركة قام أحد العسكريين السوريين بتقبيل دبابته T-72. لن أتوقف عند التفاصيل، ولكني أؤكد على أن العسكري السوري قبل دبابته T-72 بعد تلك المعركة. سلطان يعقوب استخدم آنذاك قائد القوات السورية الراجمات الصواريخ مباشرة على الأرتال الإسرائيلية. عندما نرى الوحدات الخاصة التي استبسلت في عين سحلتة وأوقفت الرتل الإسرائيلي بالصاروخ المضاد للدروع وبالهليكوبتر، نعم ردع الإسرائيلي. في هذا الوقت كانت القوات المعادية تلملم خسائرها في بلدة عين دارة في جبل لبنان بعد معركة طاحنة مع قوات الجيش العربي السوري التي تصدت للقوات المهاجمة ببطولة. خاضت القوات السورية بتشكيلات مدرعة معارك مفتوحة في سهل البقاع، حيث وصلت طلائع هذا العدو إلى سلطان يعقوب، يعني كيلومترات عن المصنع، وقبلياس يعني بمعنى كيلومترات لقطع طريق دمشق بيروت. وفي الجهة الشرقية وصلوا إلى بلدة دير العشاير، يطلون على ميسلون، على مثلث الزبداني، يقصفون من هناك قبر يوسف العظمة، يعني بمعنى على أبواب دمشق. فقاتلت هذه التشكيلات السورية قتالا بطوليا، وليس معها إلا بعض الطائرات باللغة اللهجة اللبنانية الحوامات، هي طائرات الهليكوبتر الجازيل الصغار مقاتلة، يعني اللي كانت تسند هذه التشكيلات مع سيطرة جوية كاملة. واستطاعت هذه القوات أن تدحر
القوات الصهيونية في هذه المعارك إلى خلف كامب دلوز والمناطق الخلفية في البقاع، أي سجل لهذا الجندي العربي يعني بطولة استثنائية في ظروف معركة غير مواتية له على الإطلاق. لم يستطع العدو إخفاء مجريات معركة عين دارة بعدما تحدثت وسائل الإعلام العالمية عنها. يجب أن يسجل أن القوات السورية في منطقة البقاع قاتلت، في منطقة الجبل قاتلت، الشوف والجبل قاتلت، وفي منطقة بيروت شاركت. قاتلنا سويا نحن والسوريين والفلسطينيين كلنا على طريقته، فحصار بيروت أفضل مثل للتلاحم الوطني العربي السوري اللبناني الفلسطيني. وسط هذه الحماوة العسكرية بدأ المبعوث الأمريكي فيليب حبيب مهمته المكملة على ما يبدو لمجريات العمليات العسكرية على الأرض. عاد الموفد الأمريكي فيليب حبيب يرافقه موريس دريبر إلى المنطقة في محاولة لترتيب وقف لإطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. اجتمع المبعوث الأمريكي مع هيئة الإنقاذ في قصر بعبدة. مهمته العلنية كما قال للمجتمعين العمل على وقف إطلاق النار، لكنه كان يحمل في جعبته شروطا سياسية وعسكرية زودته بها الحكومة الإسرائيلية، وأخذ الكباش السياسي يشتد. منظمة التحرير الفلسطينية قدمت من جهتها إلى هيئة الإنقاذ مشروعا للحل يتضمن فصلا بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية تتراجع بموجبه قوات العدو بين 5 و10 كيلومترات عن بيروت، في حين تنكفئ القوات الفلسطينية إلى المخيمات وتفصل قوة دولية بين الطرفين. أما على الصعيد السياسي فتجرى مفاوضات بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن الوجود الفلسطيني. فيليب حبيب أبلغ هيئة الإنقاذ رفض إسرائيل لهذا المشروع، ناقلا في الوقت نفسه أفكارا إسرائيلية تقول لا سلاح فلسطينيا في لبنان بعد الآن. رفضت هذه الأفكار جملة وتفصيلا، فاستبدلها المبعوث الأمريكي بأفكار أمريكية تقول لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان قبل نزع السلاح الفلسطيني، وإلا فإن الولايات المتحدة لا تستطيع ضمان إقدام إسرائيل على الحل العسكري لتحقيق أهدافها. أطلق كلام حبيب إشارة التصعيد العسكري. معارك عنيفة اندلعت على طريق بيروت دمشق حتى المديرج. جاء حبيب إلى إسرائيل كموفد للرئيس ريغان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع السوريين. لم نرد أن تتصاعد الأمور لتنشب حرب شاملة. وافق الإسرائيليون فذهب حبيب إلى سوريا وحصل على موافقة الأسد على وقف إطلاق النار. وبينما كان متوجها بالطائرة إلى إسرائيل علم أن الجيش الإسرائيلي في لبنان التف على القوات السورية رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ففتح السوريون النار عليهم. ادعى الإسرائيليون أن السوريين انتهكوا وقف إطلاق النار، ولاحقا قال لنا بيغن لم تقولوا شيئا عن التزامنا بمواقعنا. وهكذا أنشأت إسرائيل فكرة وقف إطلاق نار متحرك يسمح بالتنقل حيثما تشاء وبتدمير الخصم. عندئذ لم تعد هناك لحبيب فائدة في الشرق الأوسط. غضب الرئيس الأسد غضبا شديدا، وأعلنت دمشق أنها لن تستقبل حبيب بعد ذلك اليوم، والتزمت بذلك. بعد ذلك رفض الأسد حتى التكلم مع حبيب لأنه شعر أنه نكث العهد. هذا ما قيل لنا، أن حبيب وعد ونكث، لكن هذا غير صحيح. ربما كانت المشكلة في الترجمة، إلا أن حبيب لم يعد الأسد. كل ما قاله هو أنه سينقل ذلك إلى بيغن. في تلك الآونة
كانت قد حصلت معارك دامية بين السوريين والإسرائيليين. أخذ الحصار يطبق على بيروت الغربية، ودخلت القوات الإسرائيلية جبال الشوف معقل وليد جنبلاط دون أن تواجه مقاومة. أخذت بيروت الغربية تتعرض لقصف مدمر شاركت فيه مختلف أسلحة الجيش الإسرائيلي. وفي مشهد يعيد ما حصل في الحرب العالمية الثانية حين أغار النازيون بعنف على بلغراد العاصمة اليوغوسلافية مسقطين آلاف الأطنان من الصواريخ الثقيلة عليها، كانت بيروت تحترق بآلاف الصواريخ التي ألقتها الطائرات العدوة عليها في 25 من حزيران يونيو الذي اعتبر أسوأ يوم حتى تاريخه من ضراوة العدوان ووحشيته الذي خلف أكثر من 300 شهيد وجريح. الطيران الحربي الصهيوني يتدخل لتغطية العمليات الأرضية ويتصدى له الطيران السوري. بينما كان البعض لا يزال يأمل بصحوة عربية. كانت تشتد تحديا، فعندما يزداد القصف يزداد التحدي. نتخيل الآن العالم سيهتز، إن بيروت تحترق، إن قذيفة قد دخلت إلى ملجأ في برج البراجني فقتلت 75 أو أكثر بريئا. الآن العالم سيهتز، شوارع الجزائر ستنزل فيها المظاهرات. فإذا بنا نفاجأ أن المظاهرة إنما كانت دعما لفريق الجزائر الذي انتصر على ألمانيا في كرة القدم. وقفت القوات الإسرائيلية على مشارف العاصمة، إلا أن محاولاتها المتكررة لاقتحامها من المدخل الجنوبي عبر منطقة خلدة فشلت لأيام عدة. على مثلث خلدي حصلت معركة كبيرة جدا، يعني أبيدت فيها القوى المدافعة وهي قليلة، ولكنها أوقفت الهجوم إلى حين، وليس الهجوم الإسرائيلي يعني إلى حين. وأسرت دبابة إسرائيلية، وكان يشارك في هذه المواجهة كتيبة أو سرية من الجيش السوري، مشاركة بطولية بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية ولبنانية. الجيش الإسرائيلي في المواجهات المباشرة مع المقاتلين الوطنيين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين كان أقل قدرة وكفاءة منهم بكثير. أنا شخصيا أتيح لي شرف المشاركة في أحد هذه المعارك في خلدي. كنت في تفقد